اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى متابعين وأحلى أخوات، وكل سنة وانتم طيبين. جايلكم حبايب قلبي النهاردة بأكلة بجد تحفة. حبيبة الجماهير اللي هي الممبار. طبعا الممبار العيد الكبير يعني ممبار، يعني لحمة، يعني كرشة. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، بوريكم كده. احنا طبعا عملنا قبل كده الممبار، وعملناه مع بعض كذا مرة. زي ما انتوا شايفين بوريكم كده عاملين ممبار برضو بالصلصة. اللي حابب بقى بياكل بالصلصة بياكل بالصلصة. المحمر بقى حمره زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. بوريكم بقى شكل الاكل كده، بسم الله ما شاء الله. هنحط بقى كده اللحمة على النار تستوي زي ما انتوا شايفين. ايه الكرشة رخرة استوت كده. زي ما انتوا شايفين انا معايا بقى شوية مواعين كده في الحوض، لازم بقى كده انضف حواليه كده. هنغسلهم كده، اوريكم كده. عشان نعرف نقف بقى في المطبخ لازم نكون منضفين حوالينا حبايب قلبي، ومنخليش حاجة جنبنا. دغري دغري كده هنكون مخلصين بقى شوية المواعين، ونكون بقى منضفين حوالينا عشان نشوف بقية الأكل على ايه، على رواقة كده حبايب قلبي. لازم نعمل حاجة أول بأول يا حبايب قلبي عشان ما تتكومش علينا، خصوصا لما تكون الواحدة بقى لوحدها كده وهي اللي بتعمل بإيديها لوحدها كل حاجة. لازم تبقى ايه شغالة، ده شغالة في ده وده كده عشان ما الحاجة ما تتكومش علينا. كده خلاص هنقوم بقى جايين كده، هنشطف بقى المواعين كده. كده خلاص يا حبايب قلبي. بقى نشوف بقى كده الممبار كده بيستوي على النار. طبعا انا وريتلكم الخلطة بتتعمل ازاي والممبار بيتحشي ازاي في فيديو قبل كده. هنجيب بقى كده حل على النار وشوية زيت وقطعة من الزبدة، ونقوم منزلين كده المعلقة من الثوم. هياخد لون كده حبايب قلبي. احنا بنعمل كده الصلصة بتاعة الكرشة. والطماطم اللي معايا ديت حبايب قلبي انا مصفياها، وحتى بقى كل حاجة على عين كده زي ما انتوا شايفين. اللحمة على عين، الكرش على عين. وهنعمل بقى كده، حطيت كده يا حبيب قلبي الطماطم. هنظبط بقى الحدق بتاعها، ونحط بقى ايه التوابل اللي هي البسيطة، شوية الفلفل الأسمر، شوية بابريكا. كده حبيب قلبي هنظبط بقى كده الملح بتاع الصلصة، يبقى كده خلاص جهزت معانا. مكعب من الماجي حبيب قلبي عشان بيدينا طعم جميل جدا للصلصة بتاعتنا. ونقوم بقى التركاية صغننة كده، هنحط بقى كده نص معلقة من الثوم الني، بيدينا له طعم جميل جدا للصلصة. كده خلاص انا بقى ايه خلصت كده الصلصة. هنسيبها بقى كده بقى ايه تتسبك بقى مع نفسها لغاية ما نخلص بقية الاكل بتاعنا. اتسبكت بقى يا حبيب قلبي. انا كنت كده عملت الرز على العين والممبار لسه بيستوي بقى كده. وكده خلاص خلصنا الاكل بعد ما جهز معانا. طلعت الممبار وحمرته، وادي بقى الكرشه،
وادي كده بقى بوريكم كده الطريقة والشكل النهائي للرز اهيت. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. بوريكم كده الجمال والحلاوة. عيد اضحى حبايب قلبي، يعني منبار يعني كرشة زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. وكل سنة وانتم طيبين. ما تنسونيش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة حبايب قلبي عشان يوصل لكم كل جديد. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله.